اوكي، سعد لي مساكم. اليوم راح نشرح شلون نسوي فلاش لايت حق النك. على العموم هذا البرودكت منزله لكم عشان تسهيل من الايمش ومن كل شيء. ناخذ هي درايف فروم بروجيكتور. طبعا انتم راح تطلع لكم كلمة ثانية، بس ناخذ على التصميم هذا. هذا هو اللايت اللي الحين نوريكم اياه بعد، عشان يمكن في بعضكم يسأل يقول اي لايت راح نشتغل عليه او اي فلاش حق النك. اعذروا لي صوتي راح يكون شوي متعب. عارفين انتم الشتاء والمخيمات والدنيا طبعا والحركات هذه. على العموم هذه هي طريقة الفلاش نك. طبعا البرودكت تفتح عندي هنا، نخلي البرودكت، نروح على الفوتوشوب، نفتح ملف جديد، نخلي 256 طبقة شفافة. نبي نسويه على نك مثلا. خلونا نقول على نك فور، نكتب فور اوكي. ها فور حلو. ما نبي نصعد فوق، خلونا تقريبا نشتغل من النص، وناخذ الكتر الربع من هنا، نصغر الاسم على شكل ممتاز. طبعا انت بعدين عاد الدقة انت وكيفك. نعطيها لون احمر. ناخذ مسافة ثانية هني، نحط ميتو، كليك تحرير الماوس، نصغر تقريبا الحجم على الحجم اللي احنا نشوفه حلو ومناسب بالنسبة لنا. نعطيه اخضر، ونعطيه هني مثلا، حتى لو بغيت اكتب عربي في ديتكم. قام يكتب باكستاني كيبوردي في ديتكم. اي في ديت الناس طيبة يعني، مو كلكم طبعا، في منكم ناس ما تستاهل واحد يقول واحد في ديتكم يعني، ونايمين بالبلس نوم بعد يعني على فكرة يعني. المهم نعطيها لون الازرق. يلا اوكي. طبعا احنا سويناهم بشكل متقارب، لاني صاعد فوق ولاني نازل تحت. في كلمة مهمة جدا طبعا لازم تخزنها، اللي هي الكلمة هذه، شايفينها؟ اظللها لكم عشان تشوفونها عدل. نرجع حق الفوتوشوب، نسوي لها سيف اس. حلو. نعطيها على بينج. اوكي، الامتداد اللي هو بي ان جي. نسيفها. اوكي، نروح حق اللي هو التصميم مالنا، نفتح الفايل هذا، راح يطلع لنا شكل فولدر. نروح ناخذ الصورة اللي احنا خزناها كوبي، نرجع على الفولدر اللي احنا بطلناه، نعطيها هني داخل الفولدر بس، نسوي لها اغلاق، نسوي لها اكشن. طبعا هني مو مبينة عندكم عدل، غير لكم الروم، في روم دارك شوي. ايوه شفناها طبعا، هذه تغيرت، وتشوفون الاحرف شلون صايره. وسلامتكم. الالوان طبعا انت وكيفك يعني بالالوان. حلو. لو ابي اسوي شكل ثاني يعني غير الاسامي، واحد يقول لي مثلا فور او يا لورد او يا ميتو، ما بي، كيفك عندك انت الفرشات، تبي تسوي اشكال مثلا. اوكي، خذ الفرشه. نختار الشكل اللي احنا بنسويه، خلونا نقول ستارت. اوكي، هاي مفتوحه ستارت. اختار النجمه، خلينا نشوف النجمه هاي شلون صار شكلها. كاليفورنيا. طبعا لازم اكون على اللاير اللي انا بشتغل عليه يعني. هذا هو. نسوي طبقة هنا جديدة، نرفع هذه فوق، نشيل فور على اللاير الجديد اللي احنا اشتغلنا عليه الحين. هذه النجمة طلعت. اوكي، نصغر حجمها من هني، نعطيها حجم صغير، تشوفونها شلون صايرة صغيرة.
نكبرها. طبعا عاد الدقة انت ويا ذوقك، يعني انا اللي بقعد اعلمكم. اللي يشتغل على الفوتوشوب اكيد راح يعرف الدقة شلون صايرة. خلونا نرجع حق النجمة. اي هذه النجمة، اوكي. خلينا نصغرها شوي. اوكي اوكي، حطيت نجمة هني مثلا. سوي لاير ثاني جديد. نجمة هني مثلا، سوي لاير جديد ونجمة هني مثلا. حلو. الحين اخر لاير اللي انا عليه اخلي النجمة لونها ابيض. طبعا مو واضح عندكم. اللاير الثاني خليها ابيض لان الطبقة شفافة، لكن ممكن توضح شوي. تشوفون البقع هذه البيض، تشوفون. خليني احرر الماوس، تشوفونها بقع بيض، تشوفونها. سوي لها سيف اس مرة ثانية على نفس الاسم اللي انا كنت مختاره، او اللي ضروري انك تخزنها على الاسم هذا. نعطيها سيف، نعطيها كليك. اوكي، نروح حق التصميم الصورة. الحمد لله. ناخذها كوبي. نفتح الفولدر نفس ما قلت لكم، نحط الفولدر اللي احنا نبيه، نعطيه طبعا كوبي اند ريبليس اساس انه يبدل لنا الفايل. نعطيها كليك، راح تصير لنا شكل النجوم اللي احنا قاعدين نشوفها الحين. اوكي، في حركة ممكن ما حد ينتبه لها. تشوفون الدائرة اللي صايرة على النجوم؟ تشوفونها الحين متقاربة تقريبا، صح ولا لا؟ لاني انا ما دققت بالنجوم شلون متقاربة تقريبا بمساحتها. لكن خلينا لو اقول اخذ واحدة من النجوم مثلا واسحبها فوق شوية، شوفوا قاعد تسحب وياي هذه هي. واسحب نجمة مثلا كذي، هذا عشان يوم قبل شوي قلت لكم على المقاس يعني. اوكي، واسحب الثانية مثلا خلينا نقول تحت شوي، لا خلينا نصعدها مني. وخلينا نقول الثالثة مثلا لو نوديها رقم 3 لايرز هني، نقول نوديها شوية مني مثلا على طرف، ونسوي لها طبعا سيف اس على نفس الامتداد وعلى نفس الاسم. اوكي، نروح ناخذها كوبي وبعدين نقطها بالفايل نفس الخطوات اللي قبل شوي. طبعا ما تغير شيء. نحذفها هني، نعطيها كوبي اند ريبليس، نسوي لها كليكرز. ابدا تشوفوا شلون صارت الدوائر في اختلاف، تشوفون في اختلاف طبعا اكثر من قبل. على العموم هذا الشرح مال اللي قلت لكم عليه انا مال النكات. نقدر نسويها على نكات، على نجوم، على الاشكال اللي احنا نبيها. طبعا نقدر نخليها مختلفة في الصورة اللي احنا نبيها. الحين جمعت لكم اياهم كلهم مع بعض، يمكن عشان بعضهم قال قبل شوي ليش ما شلت النكات عشان اجمعهم. خزنها على نفس الاسم. اوكي، نعطيها اوكي. عاد دقة الشكل والالوان والمقاسات هذا شغلة ترجع طبعا للشخص نفسه اللي قاعد يصمم الصورة نفسها او الشكل نفسه. لان انا الحين حاليا قاعد اشرح، مو قاعد اصمم حق نفسي او اصمم حق شخص. فالحين هنا قدرنا نسوي دمج بين النجوم مثلا وبين الكلام بالانجليزي اللي هو النكات بالانجليزي، او بين بالكلمة اللي هي كانت بالعربي. خلصنا طبعا الحين نبي. طبعا هذا الشغل على الايمش سهل جدا، يعني ما يحتاج انك تغير في اي اعدادات او اي شيء. طبعا رفعه للشوب كالعادة، سيف، بعدين ابديت. هني نختار الاسم لها. هني طبعا الصورة مالت التصميم اذا انت كنت مسوي لك صورة، طبعا تحط لك هني جنرال. وهني تحط البرايس اللي انت تبيه. هني تحط وصف عن المنتج. هني طبعا شرحتها كذا مرة. يعني اذا كنت بالبرودكتر يكون فعال في الشوبينج يعني حد يقدر يصمم عليه. هني اذا كان معروض للشوبينج يعني حق التسويق. وهني اذا كان في الباندلز اللي هي مجموعة اغراض. احنا نشوف احيانا تشوف الاوتلاف في مجموعة اغراض تنباع بالكامل، اذا تحب انه تصميمك يكون من مجموعة الاغراض هذه، اذا احد كان شاريه يقدر يعرضه. وانتهى الموضوع. وفوق لا تلعبون تعبثون واجد، ادري انه فاميل اكسسوارز بس انه راح يشتغل على كل شيء. اوكي، بعدين نعطيها سبمنت راح تكون فعالة طبعا لما نعبي البيانات كلها. عقبها نعطيها سبمنت، وسبمنت عاد تودينا حق للشوبينج وراح يظهر لنا بالصورة هذه.
هني بس راح يكون في المربع الأحمر اللي أنا شرحتها في كذا شرح، ندوس عليها عاد وتوكل على الله، والله يعطيكم العافية وأتمنى لكم أحلى الأحوال. السلام عليكم.